لو بتحب الفراخ المشوية ودايما بتشتريها من بره، النهاردة جبتلك طريقة هتعمليها بسهولة جدا في البيت، وهتطلع معاكي مقرمشة من بره ومستوية جدا من جوه بالشكل ده. عندي هنا الفرخة كنت نقعاها وغسلاها كويس جدا. هعمل نصها. فهاخد الوركين، قطعتهم بالشكل ده. وعاملة فيهم زي شرايح كده. بدأت حطيت عليهم بقى على نص الفرخة معلقتين كبار خل وعصير بصلة واحدة بالشكل ده، وبصفيها كويس جدا عشان ما يبقاش في عليها تفل، عشان ما تتحرقش معايا. وبحط عليها حوالي معلقتين صغيرين ملح. يعني ملياهم، او على حسب الرغبة. ورشة فلفل اسود بالشكل ده، ورشة بهارات فراخ، ورشة توم باودر حوالي ربع معلقة صغيرة، ونص معلقة صغيرة بهارات فراخ، وعصرة نص ليمونة. وطبعا تشيلي بعد كده البذر عشان ما يمررش معاكي. وبعد كده بحط معلقتين كبار زيت من بتاع الأكل العادي. ممكن على فكرة ما تضيفيش بهارات فراخ ولا الحاجات اللي انا ضفتها دي، تستكفي بس بملح وفلفل. هتطلع معاكي برضو كويس جدا. هنا بضيف حوالي ربع كوباية صغيرة لبن، او 3 معالق كبار، ومعلقتين عسل صغيرين بالشكل ده، عسل ابيض. وكده يبقى ايه الخلطة معايا جاهزة. بضيف لها بس اخر حاجة معلقة صلصة، عشان تعزز معايا اللون يعني وكده. كل الخلطة دي بقى بتقلبيها مع الفراخ كويس جدا جدا. وتسيبيها في التلاجة، تغطيها طبعا بستريتش، وتسيبيها في التلاجة حوالي 3 ساعات أقل حاجة. لأن تسيبيها في التلاجة ليلة كاملة وتشتغلي بيها تاني يوم، وده الأفضل عشان يعني ايه تتشرب من الخلطة. هنا بقى عندي صينية بحط فيها مية وورق لورا وحبهان. وبحط عليها الشبكة بالشكل ده، وبحط عليها الفراخ، وبغطيها بفويل بالشكل ده، وبحطها على اول رف من تحت، فوق الصاج بالظبط. يعني اول رف على الشبكة من تحت. وبسيبها على درجة 180 او 190 لمدة ساعة ونص. بتطلع معاكي الفراخ لونها ذهبي جميل كده، ومستوية قوي من جوه. عشان بقى تاخد ريحة الفراخ اللي بنشتريها من بره، بعمل الحركة دي. بجيب طبق بحط فيه فحمة، بكون يعني ايه مولعة عليها النار. واحطها في الطبق كده، وبحط عليها نقطة زيت مع الفراخ في حلة، يعني ايه بحيث ان هي تاخد يعني ريحة الفحم. هي الحركة دي مش صحية قوي للأمانة. بس يعني ايه هي بحبها بصراحة في الشوي. اللي حابب يعملها يعملها، اللي مش حابب هو حر. بقطع تحتها طبعا خضرة تمتص كل الدهون اللي فيها، وقدمتها هنا جنب أكل عادي، رز وملوخية. ممكن تقدمها انت جنب رز بسمتي أو رز عادي وشوية طحينة، وبألف هنا. اكتبولي بقى رأيكم في الوصفة في التعليقات، وايه الوصفة اللي تحبوا اعملها لكم المرة الجاية ان شاء الله.